بصوا يا حبايبي، جايبه لكم النهارده ماسك حلو جدا جدا جدا، والنتيجه بجد هتبهرك. مكوناته بسيطه ومش هتحتاجي فيه تشتري حاجات كتير، وممكن اساسا مكوناته تبقى عندك، بس والله العظيم هتحسي بفرق رهيب رهيب. تقدري تستعمليه يوميا على اي مكان غامق يعني في بشرتك او في جسمك. تحفه تحفه والله يا بنات، وعن تجربه. داومي عليه كل يوم، ملوش اي تأثير خالص سلبي، بالعكس. هتلاقي لو عندك مسامات واسعة هتلاقي ما شاء الله بشرتك بقت كلها مية واحدة. هتحسي لو عندك بقع كلف هتلاقي بشرتك رايقة وجميلة. كمان هيديكي نضارة وهيديكي لمعة ببشرتك. والله يا بنات الماسك ده رهيب رهيب و... وتحفة تحفة. بس بالله عليكم قبل اي حاجة، لو لسه بتشوفوا القناة اعملي لايك للفيديو عشان وشيروا الفيديوهات يا جماعة، عشان ربنا يكرمنا كده والقناة تكبر بيكم. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو بإذن الله يوصلكم الاشعار بيه. ويلا نقول الماسك الخطير واللي هو هيخلي بشرتك تحفة تحفة تحفة. بصوا حبايبي، انا قلت لكم مكوناته بسيطة جدا. هو النشا، طبعا كلنا عارفين النشا او المايزينا، يعني الناس اللي هم مش مصريين. تحفة يا بنات والله العظيم، بينور البشرة جدا على فكرة، وعن تجربة. لان انا كان عندي بقعة، كان اثر يعني حبايه وكده، بجد مشاها والله العظيم، وبيخلي البشره بتلمع بتلمع. وتاني مكون يا جماعه اللي هو ميه الورد او ماء زهر، اللي يعجبك. هتحطي كده ايه، يعني حاجه كده بسيطه، على اساس ان انت بس تخلي العجينه ما تبقاش معاكي سايله قوي، تبقى تتفرد على الوش كده. بسم الله. انا عايزاكي بقى تجربيه وترجعي كده تاني تكتبي لي هو عمل ايه في بشرتك، واقولك هتستعملي ازاي. بس هنخلطه كده. بجد حاجة وهمية والله يا بنات، حاجة تحفة تحفة للبشرة. ده عن تجربة بصراحة، يعني هيغنيكي عن حاجات كتيرة بجد غالية. يعني في كريمات كتيرة غالية، والواحد ممكن تبقى انت جربتي منها حاجات ويعني كلنا جربنا حاجات، بس ما بتبقاش والله بنفس المفعول ده. يعني عايزة يعني ازود كده سنة كمان بسيطة، انت بعينيكي كده زودي سنة سنة. بص حبايبي، الماسك ده هتستعمليه ازاي. انت هتيجي كل يوم بالليل قبل ما بتنامي، وهتروحي عامله مقشر لبشرتك. ممكن حبه سكر وشويه زيت زيتون هتقشري بيهم بشرتك، او مثلا مقشر عادي موجود جاهز عندك. هتروحي مقشره بشرتك كويس جدا، وبعد كده ده مش كل يوم، يعني مرتين في الاسبوع هتقشري بشرتك. وبعد كده هتروحي دهنالي، هتغسلي بشرتك بميه دافيه، وتروحي دهنالي الماسك ده على بشرتك وتسيبيه ساعة. البشرة هتحسي، بس ما تحاوليش تحركي وشك خالص، البشرة هتحسي ان هي مشدودة معاكي. بعد كده هتفركيه وتغسلي لي بشرتك. عندك بقى مية ورد، عندك تلجية تمشي على بشرتك، والله العظيم هتدعيلي. لايك واشتراك وباي باي. الشوكة على النار فكرة جامدة اغلى من الذهب. بصوا يا جماعة الفكرة دي حلوة جدا جدا جدا. بص اهم حاجة بس نسخن الشوكة كويس، هوريكي هعمل بها ايه دلوقتي. فكرة فظيعة يعني، تابع معايا كده وهتعجبك الفكرة قوي. برطمان قديم كده هتخرميه. بصوا يا جماعه كده انا مسخنه النار قوي، بصوا بسم الله، شايفين كده؟ تمام. عندك بقى اي معطر، اي شامبو هتحطيه كده، بسم الله. وهتقفلي كده وهتحطي العلبه دي في دولاب الملابس بتاعك، هيعطر جدا جدا، او في دخلة باب الشقه. بصوا ريحه فواحه يا جماعه. لايك واشتراك وباي باي.